بودكاست كلام بالعقل برعاية سيتروان. ضيعت فرصة عمري، تبقى قابلني لو جاتلك الفرصة دي تاني. يا ريتني ما سافرت واشتغلت بره. أنا ندمان قوي على الفرصة اللي جاتلي دي. الكلام ده بنقوله وبنسمعه كتير قوي. في بودكاست كلام بالعقل هنتكلم في كل حلقة عن موضوع من حياتنا وأفكار بتدور في دماغنا وأسئلة بتحيرنا. هنتكلم بصراحة وبالعقل ومن القلب عشان نعرف إزاي نتعامل مع أفكارنا ونحافظ على مشاعرنا. معاكم باسم سليمان، استشاري الطب النفسي، والبودكاست من إنتاج TPP. من فترة كده كانت جات لي دعوة أحضر مؤتمر عن فرص الشباب في العمل والمشاكل النفسية اللي بتجيلهم بسبب الأوضاع الاقتصادية. المهم رحت، وفي شاب كده كان في الثلاثينات قام واتكلم وقال إن هو شغال في شركة كبيرة وبياخد مرتب كويس قوي بالنسبة لسنه، وإنه من 4 سنين كده في واحد صاحبه جاله وقال له إيه رأيك بقى تسيب شغلك ده ونبدأ مع بعض مشروع كده ونبدأ واحدة واحدة لغاية ما نكبر إن شاء الله. ومعاهم واحد تالت، يعني واحد صاحبهم. المهم هو قعد يفكر كويس وقال إن أنا في الآخر حسبت كل الحسابات ولقيت إنه مش هينفع خالص، لأنه كان مضطر إن هو يستقيل من شغله تمامًا عشان يتفرغ للشغل الجديد. كان مضطر إن هو يحط كل الفلوس اللي محوشها كرأس مال في الشركة، وكمان ابنه كان دخل أول سنة مدرسة وكان ملتزم بالمصاريف. فالمهم قرر إن هو مش هيدخل معاه وهيكمل في شغله. وبعد كده قال إن دلوقتي الشركة دي كبرت جدًا وصاحبه حصل عنده طفرة كبيرة جدًا ماديًا، وإنه بدأ يندم جدًا على القرار اللي هو خده إن هو ما دخلش مع صحابه في الشركة دي. وبقى الندم ده مسيطر عليه جدًا ومخلّيه حتى ساعات بيحس كده بتأنيب ضمير، إنه ما بيعرف إن في حاجة بتحصل حلوة في الشركة أو حاجة حلوة بتحصل لصاحبه، بقى ضميره بيأنبه إن هو بيزعل بالرغم إن هو بيقول أنا والله باحب صاحبي ده جدًا. المهم أنا خدت بقى الميكروفون وقُلت له: "طيب قُل لي كده بس، أنت دلوقتي في ال4 سنين اللي فاتوا دول من ساعة ما صاحبك جالك وعرض عليك الموضوع ده، أنت كبرت في شغلك واترقيت؟" قال لي: "آه." "طب مرتبك زاد؟" قال لي: "آه." قُلت له: "قدرت تحوّش كده قرشين يعني صغيرين؟" قال لي: "آه قدرت." قُلت له: "ابنك كمّل في المدرسة اللي كان فيها؟" قال لي: "مكمّل في المدرسة اللي هو فيها، وابني كمان التاني دخل نفس المدرسة." قُلت له: "طبعًا أكيد أنت بطبيعة شغلك كموظف في شركة إن أنت بيبقى عندك فيه وقت ثابت في اليوم كده بتقدر تروّح فيه بيتك وتقعد مع ولادك وتقضّي معاهم وقت، ده حصل؟" قال لي: "آه جدًا." "صحتك كويسة؟" قال لي: "الحمد لله." قُلت له: "شايف الكلام اللي أنا باقوله لك ده، هي دي الصورة الحقيقية لوضعك دلوقتي اللي أنت شايف إن هو وِحِش أوي بسبب الندم. أنت بسبب ندمك إنّك أنت ما دخلتش مع صحابك في الشركة دي، أنت بقيت شايف الصورة الحلوة اللي إحنا كُنّا لسه بنتكلّم عليها دي، شايفها إنّها بقت وِحشة." الحاجة التانية كمان إن أنت كان يمكن إن أنت لو كنت دخلت مع صحابك في الشركة دي، كان ممكن إن أنتم كنتم اختلفتوا، يعني يمكن هم الأمور مشيت بيهم وأنت لو كنت دخلت معاهم كان ممكن يحصل اختلاف في وجهات النظر وإن أنتم كلكم ما تكمّلوش مع بعض والشركة دي تخسر وحتى تخسروا صداقتكم. فدي بقى الصورة الخيالية اللي أنت شايفها إنها جميلة، لإن أنت شايف بس إن أنت حد معاه فلوس وحد ناجح جدًا، بالرغم إن كل ده كان ممكن إن هو ما يحصلش، لإن الندم بيخلّيك تشوف الصورة الحقيقية إنها وحشة، وبيخلّيك تشوف الصورة الخيالية إنها صورة مبهرة. فالفرق ما بين الصورتين والمقارنة ما بين الصورتين دول هو اللي بيعمل لك إحباط. أنت القرار اللي أخدته في الوقت ده كان هو القرار المناسب بالنسبة للظروف والحياة اللي أنت كنت فيها، وعشان كده الحمد لله الحياة كمّلت بيك بشكل طبيعي. الندم ده غريب أوي، الندم ده يعني إحنا معظم المشاعر السلبية كده اللي بتيجي لنا إنه بتبقى بسبب حاجة حصلت، حاجة فعلًا اتعملت، حاجة زعّلتني، حاجة أغضبتني، حاجة خوّفتني. الندم ده هو المشاعر السلبية الوحيدة اللي ممكن تيجي بسبب حاجة ما حصلتش. يعني أنا دايمًا كده بافتكر في رمضان، الواحد لمّا بيبقى عطشان أوي في نهار رمضان يقعد أقول لنفسي يعني يا ريتني كنت شربت مَيّة كتير قبل الفجر، يا ريتني قعدت أفضل أشرب، مع إن أنا لمّا بافتكر إن أنا قبل الفجر على فكرة ما كنتش قادر أحط بُق مَيّة زيادة، بس العطش اللي بيحصل لي في نهار رمضان ده بيخلّيني أقول يا ريتني كنت شربت مَيّة، مع إني أنا فعلًا ما كنتش قادر أشرب ولا نقطة مَيّة. عايزين بقى نفهم موضوع الندم ده بشكل كده أوسع، هو إيه الندم ده؟ الندم ده حزن،
بس الحزن ده بيبقى على حاجة، يا إما إنها حاجة حصلت أو حاجة ما حصلتش، حاجة أنا عملتها أو حاجة ما عملتهاش. بس الحزن ده ما بيجيش لوحده، بيجي معاه مشاعر تانية كتير قوي، بيجي معاه إحساس بالذنب، بيجي معاه لوم للنفس، بيجي معاه نظرة كده بقلة القيمة واحتقار للنفس شوية. مش كده وبس، بيجي كمان معاه إحساس إن أنا بقيت ضحية، بيخليني آخد دور الضحية، إن أنا ضحية قراراتي، إن أنا ضحية طريقة تفكيري، ومش بس ضحية نفسي، لأ ده كمان ضحية اللي حواليا، إن هم الناس اللي حواليا ما نصحونيش بشكل مظبوط، إن هم ما قالوليش الرأي والقرار المظبوط، إن هم ما ساعدونيش في التفكير اللي خلاني في الآخر آخد القرار الغلط. يعني شايفين الندم ممكن إن هو لو مشي في سكة غلط يوصل لإيه؟ يوصل إن أنا أبقى محتقر نفسي وكارهها، وكمان إن أنا ضحية نفسي وضحية الناس اللي حواليا. طيب، يعني معنى كده إن في سكة حلوة ممكن يمشي فيها الندم. طيب السكة الحلوة اللي ممكن يمشي فيها الندم دي، إن أنا أول حاجة أعرف القرار اللي أنا خدته ده كان القرار ده اتخذ بناءً على إيه؟ يعني أبدأ أفتكر كده وأحلل الأسباب والظروف اللي خلتني آخد القرار في الوقت ده. يمكن لما أبدأ أفتكر اللي حصل أبدأ أقول لنفسي لأ على فكرة أنا في الوقت ده أنا أخدت القرار الصح. طيب لو اكتشفت إن أنا أخدت القرار الغلط، تبقى خلاص كده بقى دي نهاية الدنيا، خلاص العالم انتهى. لأ، أنا هابدأ أشوف أنا إيه الطريقة الغلط اللي كنت بافكر بيها، إيه الحسابات اللي ممكن إن أنا أبدأ أحسبها بعد كده، عشان لو اتحطيت في موقف زي ده أبقى عارف القرار اللي أخده إن هو يبقى القرار المظبوط. يعني معنى كده إن إحنا ممكن نبسط الأمور ونقول هو أنا إيه الخطوات اللي ممكن أتعامل بيها مع الندم، إن إحنا لو اكتشفت إن أنا أخدت قرار غلط، إن أنا نتقبل الغلط، نتعلم من التجربة، نسامح نفسنا، ونركز في دلوقتي، وأهم حاجة الصبر واليقين بإن ربنا مش هيسيبنا. إحساس الندم ده لما بيجي لي أنا ببدأ أشجعه جوه نفسي قوي، إن بقعد أقول لنفسي، أفضل أفكر نفسي يا على الغلطة اللي أنا عملتها، يا على القرار اللي أنا خدته، يا على الفرصة اللي أنا ضيعتها، فأفضل أشجعه جوه نفسي ويكبر ويحسسني بقى بلوم النفس والأحاسيس التانية اللي بتيجي، إحساس الذنب وكل ده. مش أنا بس اللي باشجّعه، على فكرة الناس اللي حواليّا كمان ساعات بكلامهم بيشجّعوه. حد ييجي يقول لي: "شُفت ما أنا قُلت لك إنّك أنت تعمل كده، أصل أنت ما سمعتش كلامي ونفّذت اللي أنا قُلت لك عليه، شُفت أنا ياما نصحتك إنّك أنت تعمل كذا وما عملتوش." فالناس تبدأ تشجّع وأنا أشجّع معاهم، بس الناس بتخلّص تشجيع وبتمشي وبتنسى، وأنا اللي أفضل عايش في الدايرة بتاعة لوم النفس. ولوم النفس ده زي ما اتكلّمنا عليه قبل كده في الحلقة بتاعة أنت إنسان مهم في الseason اللي فات، إن قُلنا لوم النفس ده ممكن إن هو يبقى يودّيني في اتجاه كويس وممكن يودّيني في اتجاه وِحِش. الاتجاه الوِحِش ده إن أنا لو أخدت لوم النفس ده إن هو جلد للذات، وإن أنا شخصية وِحشة، وإن أنا ما أستاهلش، وإن أنا ما باعرفش أفكّر وما باعرفش آخُد قرارات، فخلاص أنت تفضل زي ما أنت كده وما تتحرّكش إنّك أنت مش هتعرف تعمل حاجة. أو إن أنا آخُد لوم النفس ده إن هو تقويم للنفس، إن أنا أبدأ أعرف الأسباب اللي خلّتني آخُد القرار ده، أعرف الأخطاء اللي أنا وقعت فيها وأتحمّل مسؤولية أخطائي دي وأشوف إيه اللي أنا ممكن أصلّحه. من الآخر كده وبالعقل، الندم ده أكبر دليل على إنّك إنسان، إنسان يعني بتغلط، يعني بتتقبّل، يعني بتسامح، يعني بتفتكر، يعني بتصبر. الندم ده ممكن يكون جزء من الإنسان وجزء ما يتجزأش منّه. الندم ده ممكن إن هو يكون دافع يزُقّنا لقدّام أو إن هو يكون حاجز يرجّعنا لورا. يا ريت بعد الحلقة دي اللي هتلاقوها على اليوتيوب وكل منصات البودكاست، كل واحد عنده إحساس كده ندم متقِّله، إنه يعتبر الندم ده إن هو غرامة بيدفعها للخطأ اللي أخده في القرار، فكفاية بقى دفع غرامات ونبدأ حياة جديدة وخفيفة. الحلقة دي كانت آخر حلقة في السيزن بتاعنا ده، إن شاء الله هننتظركم في السيزن اللي جاي، وهنعلن عن ميعاد البداية بتاعته على صفحة TPP وعلى الصفحة بتاعتي. مستني أسمع تعليقاتكم وابعتوا لنا أي أسئلة إن شاء الله لغاية ما نعرضها في السيزن اللي جاي في الحلقة بتاعت من برّه العيادة بإذن الله. أشوفكم على خير.